بص يا سيدي، قول بسيط. طلعت رواية باسم آيات شيطانية لسلمان رشدي. ساعتها الرأي العام ربط الرواية دي برواية نجيب محفوظ، وده اللي فتح له باب الاحتفاء هناك ومحاولة الاغتيال هنا. بس فجأة وبدون سابق إنذار نجيب محفوظ ياخد جايزة نوبل في الأدب. امتى وازاي ده حصل؟ جايزة وولف دي جايزة إسرائيلية بيمنحها معهد وايز مان الإسرائيلي. نجيب محفوظ حط اسمه تكريم ليه مثلا، ومن هنا بدأوا يقلبوا عليه المشايخ وقالوا لو كنا رضعنا نجيب محفوظ ما كانش هيطلع لنا سلمان رشدي. امال ايه اللي حمى احمد زويل منهم؟ احمد زويل قبل ما يمنحوه جايزة وولف طلع وقال ان العلم لا دين ولا وطن له. هنا ظهر الاتهام الاخطر. ده كان ليه علاقات وصلت لغاية الكيان لدرجة ان هم استخدموه انه يصمم ليهم منظومة الدفاع الجوي عندهم، وعشان كده كرموه في الكنيست. نعم، يعني الاتهام ده حقيقي. احمد زويل استلم الجائزة دي من مؤسسات علمية هناك. وخلوني النهاردة اكتفي بهذا القدر. العصر اختلف واللعبة نفسها قواعدها اتغيرت. كان واحد من اساتذة معهد كالتك اللي هو واحد من اهم المنظومات العلمية الامريكية. فاللي حصل مع زويل حصل قبله مع السادات، مركز بيجن السادات للدراسات الاستراتيجية. الهدف المعلن منه البحث عن السلام. يا سلام، اسم من عندنا واسم من عندكم، واللي دفع ثمنها من رصيده العربي والسياسي. القرار اللي حط السادات في خانة اليك قدام العرب. ده انتوا قاصدين بقى. اصل اسرائيل حاطه اسمه ليه؟ ولما اقول لك ام كلثوم في اتهام خطير جدا بيضرب منطقه حساسه جدا في حياتها الشخصيه. فهل يا ترى في بلد سوما والعندليب كل اللي يتقال عليه وطني يطلع غالبا ليه ملف، وكل اللي يتقال عليه خاين يطلع غالبا واقف قدام حد تقيل؟ في ملفات خطورتها مش في محتواها قد ما خطورتها في توقيت عرضها. مش خوف لكن اختيار. دي الروايه اللي هنفككها النهارده على باب الحقيقه.